يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. انا بقول لكم انا راجعه لكم النهارده في فيديو. ده تكمله الفيديو بتاع القرنبيط. احنا عملنا مع بعض عجينه القرنبيط اللي هي الخلطه بتاعت عجينه القرنبيط. ففاض عندي الحبه دول زي ما انتم شايفين اهو، دول كده. افكركم انا عملتها ازاي. انا لما عملت القرنبيطه عمل ما عملت القرنبيطه عملت ايه؟ جبت ربع كيلو دقيق. وانا برضو قلت لكم حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. انا فاض مني من الربع كيلو لانها ما كانتش كبيره. فاض الحبه دول. طبعا محطوط لها بيض ومحطوط لها توابل. التوابل قلنا ايه؟ ملح وفلفل وكمون وشطه وفص ثوم وحبه نشا صغيرين. انا بصراحه استخسرت ان انا ارميهم، فانا قلت هعمل لكم بيها اكله تانية خفيفه كده وحلوه، ممكن تتاكل جنب اي حاجه تانية. اهي زي ما انتوا شايفينها كده اهي. بس انا زودت حبه دقيق صغيرين عشان كانت خفت شويه بعد ما حطيت فيها القرنبيط. خلاص. قطعت بقى البطاطس بالشكل اللي هوريه لكم ده وهحطه عليها. اه يا حبايبي، قطعت البطاطس بالشكل ده كده. قطعتها تخينه. بصراحه انا الطريقه دي كانت اتقالت لي من حد يعني، وقالوا ان احنا اللي بيفيد من القرنبيط بنعمل بيه الطريقه دي. فانا بصراحه خدتها منهم وخدت منهم الطريقه وقلت اجربها لكم. اجربها وعجبتني وقلت بقى اجربها معاكم عشان انتوا كمان تجربوها. تمام. ادي البطاطس اهو. هندلق عليه بقى الخلطه اللي احنا عاملينها دي كلها ونقلبهم في بعض ونكون مسخنين الزيت وننزل عليه، بس بنوطي شويه العين لغايه لما يمسك الخلطه في قلب البطاطس، وبعدين نروح معليين العين تاني. بصوا حبايبي اهو، طلعتها من الزيت زي ما انتوا شايفين كده مقرمشه. والواحده بصوا بوحدتها ازاي. بصوا ومقرمشه جدا جدا. بصوا اهي. من اكله عملنا اكله تانية تاكلوها بقى بالهنا والشفا، بالكاتشب، باي حاجه تتاكل كده جنب اي حاجه، ما فيش اي مشكله منها وجميله بصراحه. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.